اللي بيحبوا التجديد والوصفات الصحية والخفيفة يبقى الفيديو ده ليكم. صدور مشوية بأحلى تتبيلة ممكن تعملوها بدون شواية وبدون فرن. هنعمل معاها بطاطس ويدجز بأنجح طريقة. الرز الأبيض بتريك بعملها بتفرق قوي في الطعم، بقى حلوة حلاوة لازم تجربوه. تعالوا نشوف طريقة. بالتتبيله هحتاج لبصلايه كبيره وطماطمايه فلفل اخضر حار ورومي. هخلطهم كويس قوي في الكبه نصفيهم بيكون ده شكلهم. هضيف عليهم معلقه توم مفروم، شطه، فلفل اسمر، ملح، كزبره ناشفه، بابريكا وزنجبيل باودر، 3 معالق خل، معلقه من دبس الرمان، عصير ليمونه كبيره، معلقه كبيره من الصلصه، روزماري او زعتر الموجود عندكم ضيفوه، ورق من الكزبره الخضراء، واضيف عليهم 3 4 معالق كبار من الزيت. احلى تتبيله ممكن تعملوها للمشاوي او للفراخ حتى في الفرن. اركنها على جنب. هحتاج بقى صدور زي دي كده مخليه، هشيل منها قطعه الفيليه طبعا مغسوله ومتصفيه. هقطع الصدر الواحد ليه شريحتين، وعلشان التتبيله تخش جواها والطعام هعمل خطوط كده بالسكينه ما توصلش للاخر. هعصر عليهم ليمون يمنع اي ريحه فيها وبيخلي لونها حلو جدا. هضيف عليها التتبيله، ما تنسوش الشويه اللي قلنا نشيلهم على جنب. غلفوا بقى الصدور التتبيله ونعمل بطاطس الويدجز. هجيب البطاطس هخليها بقشرها، اغسلها كويس واصفيها واقسمها بالنص بالطول، وكل نص هقسمه قطعتين. خلصت الكميه كلها واحطهم في حله واضيف عليهم ميه سخنه، واحسبوا بقى اول ما تغلي دقيقتين 2 وتطفوا عليهم. مش عاوزاها تتهري وعايزاها تبقى حلوه كده زي المشويه. هصفيها على طول. تعالوا نعمل بقى التتبيله الحلوه بتاعه البطاطس. اللي في بوله هضيف ملح وبابريكا وثوم وبصل باودر وشطه، واضيف عليها معلقتين 3 زيت واقلبهم. جبت صينيه وفيها ورق زبده، حطيت من الصوص ده كويس عشان ارص البطاطس. رصيت البطاطس كده على ورق الزبده زي ما انتم شايفين بالفرشه بقى، وندهن البطاطس من فوق على فرن متسخن 180 رف اوسط مع المروحه لحد ما تاخد لون، او في الاير فراير على طول هتاخد لون معاكم وتستوي وتبقى بالجمال اللي انتم شايفينه ده. تعالوا بقى اقول لكم الرز الابيض بعمله ازاي. سمنه على زيت عشان اللمعه. هضيف الرز المصري بتاعنا حسب طبعا المقدار اللي انتوا هتعملوه، مغسول ومتصفي كويس. ههدي النار تماما واقلب فيه علشان يتغلف كله بالسمنه ويبقى مفلفل معانا. دقيقتين 3 كده. ضفت ميه سخنه حسب مقدار الرز ده بالظبط وملح. التريك بقى اما يغلي وخلاص هوطي. قبل ما اوطي على طول بحط ربع كوبايه لنص كوبايه من الحليب، تخلي طعمه حلو جدا وريحته كانكم بتاكلوا رز معمر. ضيفوها، مش هتقلبوا رز وتوطوا عليه وتسيبوه يستوي، وده بيكون شكله مفلفل ولونه ابيض وريحته جميله قوي، بيبقى شبه الرز المعمر قوي. جريل او طاسه على النار، حطيت مكعب زبده وحطيت كمان معلقتين زيت. اسخنوا كويس وهنزل بقطع الصدور، ما تملوش الطاسه قوي. بقى شويه خضار كده حلوين وشرايح من الليمون، كام فص من الثوم. حراره الاول عاليه وبعد كده خلوها الوسط مايله للهادي، وكل شويه بقى نسقسق كده الصدور. التتبيله اللي قلنا نشيل منها شويه، مش هقلب الا لما احرك الطاسه الاقيها بتروح وتيجي معايا. بصوا الجمال، ما تاخدش وقت. التتبيله دي نسقسق بيها كده بتخليها مستويه وطريه تقريبا 3 دقائق لكل ناحيه. بتعمد ان انا اوريكم التقديم عشان بجد تقدموا الاكل بشكل حلو يكون احلى من المطاعم. المطاعم اللي هتعمل الجمال والنظافه دي متاكده انها هتعجبكم بجد. لما تدوها هتعرفوا ان انتوا عملتوا وجبه لذيذه وصحيه وخفيفه. ولو عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي رايكم في كومنت جميل زيكم، وصحتين وهنا يا رب.